ورجعت لكم بعد غيبة طويلة. تمام، بعد تطويل كتير 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 قوي على نسخة واتس أعمال كويسة تكون خارجة برا الفكر النسخ البيزنس التانية. تمام، بعد تدوير كتير جبتلكوا نسخة بيزنس، نسخة واتس أعمال. تمام، مميزات جديدة للواتس الأعمال. هي مش جديدة على الواتس العادي، بس جديدة ان انت تلاقيها في واتس أعمال. تمام، فيها واجهات، فيها أسطر كونفرزيشن، فيها معلومات جهة الاتصال، أشكال. تمام، في أسطر حالة وأسطر كمان مكالمات وأسطر للمكان دوت. تمام، تعالى نبتدي بالمميزات الأول قبل ما ندخل على الواجهات. المميزات هتكون تأثيرات تساقط تلج. تمام تساقط تلج. تمام، الحركة، تنقل. تمام، تمرير ما بين الشتات في قلب الشات، رد التلقائي، رسائل مجدولة، كل ده شغال. نغب الإشعارات والنغمات. تمام، عندك ان انت تقدر تشوف يجيلك رسالة من المتصل الآن، الحالة، من شاف حالتك، من اللي غير صورة البروفايل. وهنا بقى نغمات. تمام، الرسائل وكده، عندك نغمة الايفون في كل دول، الرسائل الواردة، الرسالة اللي انت هتبعتها، اي رسالة صوتية، الرسالة الصوتية في النهاية، وكل الكلام ده. تمام، عندك تقفل الواتساب. تمام، النسخ الاحتياطي والاستعادة، مسح المخلفات. دي الاندرويد 11، دي الاصدارات القديمة. تمام، ودي بتاعت النسخة الأصلية. تمام، بس دي كانت المميزات بتاعتها. بسرعة ندخل بقى على ايه، على الواجهات. انا واخدها سكرين شوت. تمام، مكانها تدخل على الشاشة الرئيسية، البار العلوي والستايل. تمام، هو ده المكان. عندك تمام، غير طبعا الشكل الأساسي للواتساب. تمام، اللي هو ده دوت الوضع العادي للواتساب، الشكل ده. تمام، عندك شكل الواتساب القديم. عندك الواجهة ديت بتاعت ايرو مع البار الأسفل. تمام، البار الأسفل بتاع فؤاد مود مع الميرور بتاع هازارد. تمام، ومعك شريط البحث بتاع الايفون مع البار السفلي بتاع فؤاد. تمام، البار العادي بتاع الواتساب مع البار السفلي بتاع هازارد. تمام، شكل الايفون مع البار العلوي بتاع الواتس العادي. طبعا بالستوري بقى الواتس العادي، البار السفلي مع الواجهة القديمة. لا، ديت الواجهة العادية مع الستوري. تمام، ديت مع الستوري بتاع السفلي بتاع فؤاد مع البحث. تمام، دوت كله هيتعاد
بس الإضافة في الستوري. تمام، دولت 10 واجهات خلاف الواجهة الأساسية. تمام، معاك بقى تغيير معلومات بتاعت جهة الاتصال دي. تمام، معاك دي رقم 1 2 3 4 5 6 مع كمان الأساسية. تمام، طبعا لو ديت مش عاجباك، طبعا آخر إصدار متجر. تمام، طبعا لو دي مضايقاك ممكن تشتغلها في ان انت تدخل على الشاشة الرئيسية، البار العلوي، تنزل تحت شوية، اخفاء صورة الملف الشخصي. رجع واتس عادي خالص، مفيهوش اي حاجة. تمام، واتس عادي اكتر. تمام، طبعا بيهنج يعني، هو مش عايز اطول اكتر من كده عشان ايه مهنجش انا في الفيديو. اهو صوت الايفون. لحظة واحدة. بص اهو، تمام، في التسجيل برضك الصوت. اهوت. وايه تاني؟ طبعا دردشة سريعة. تمام، وعندك الرد سريع. تمام، لا تدخل هنا وتعمل رد سريع. لما تيجي هنا تختار لو عايز تزود حاجة اهوت، فاهم؟ لو عايز تضيف حاجة هتدوس رد سريع، هتدوس على القلم وهتدوس على علامة الزائد اللي تحت وهتكتب الاختصار. تمام اهوت. تمام، وعندك برضك عندك طبعا صفوف حالة، صفوف دردشة، تمام، مكالمات. عندك 20 سطر لكل حاجة من دي. الشاشة الرئيسية، الصفوف 20 أو. تمام، ديت طبعا بتاعت البتاع دي ستايل جهة الاتصال، معلومات جهة الاتصال. تمام، معلومات جهة الاتصال بتاعة المتجر آخر إصدار. تمام، طبعا لو هو حفظ لو. تمام، النسخة دي كل مميزاتها. تمام، يا رب الفيديو بس ما يكونش طول وانا اكون حشيته، بس هي ديت مميزاتها باختصار وبسرعة.
تمام. بعد كده بقى مفيش اي حاجة تانية، هي نفس البتاع، النسخة العادية. تمام. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس تمام عشان يوصلك كل جديد. طبعا انا بفكر اضيف لو عايزين النسخة دي متعدلة، تمام اكتبولي تحت في الكومنتات تكون ضد الفيروس وكده، ويكون فيها استطلاع رأي ومميزات اكتر، تمام. ياريت تكتبولي تحت في التعليقات. طبعا النسخة مفيهاش بتاع تذكر او نص تفجيري اللي هو ده، تمام، مهيش موجودة فيه، بس الرد السريع بتاع حركة دي مش فاكر اسمها دلوقتي، تمام. وما فيهاش استطلاع رأي، دول موجودين فيها وبتهني، تمام. وبفكر اعمل لكم قائمة تشغيل للنسخ الأجنبية، شايفها تكون حلوة، ونسخ ممكن تعدل عليها تكون نسخ جميلة بمميزات، تاخد تكتب عليها اسمك، تضيف تهنيج، او انزل لكم نسخ ما بتهنكش، وشوف بقى تضيف انت فيها المميزات وتكتب اسم، تمام. ياريت تكتبوا رأيكم في الكومنتات، وسلام.